اهلا بيك، مساء الخير على حضرتك وعلى ضيوفك وروان ووالدها. تحت امر حضرتك، اتفضلي. يعني في اللي حضرتك بتسمعه ده، هل ليه اي تفسير؟ يعني هل ده طبيعي ان طبعا الطلبه يتعرضوا لده؟ بص يا ستي، اذا كانت الواقعه صحيحه كما جاء بروايه روان وزميلتها اللي عملت مداخله رانيا، فانا بعلن لحضرتك دلوقتي انا متضامن مع كل بناتي اللي تم احتجازهم بدون وجه حق. متضامن معهم، وبكره اقابلهم وبياناتي وتليفوناتي بالاعداد. ما حدث عليهم من اعتداء هو تعذيب من راجل مسؤول، من السيد الدكتور العميد. اذا كان قال للعمال اتصرفوا مع البنات، نعم انا بكره هعرف اتصرف معاه كويس جدا 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 بالقانون والنيابه العامه. هذا الامر مرفوض ايا كان الباعث او الدافع. قالت روان كلمه، قالت زميلتها كلمه، في طريقه حتى لو قالت كلمه في طريقه قانونيه للتعامل. مين بقى؟ اذا اخطأت بنتي اللي عند حضرتك، اذا اخطأت هناك قانون وهناك لائحه على عميد الكليه ان يتخذها، خاصه وانه جنبه اقرب قسم شرطه في دمنهور، اهلا به. ولكن ان يستخدم القسوه والعنف ويحرض العاملين على ضرب فتاه تطلب العلم تتضرب بالشلوط، لا، ده انت بالقانون سيادتك هتتضرب بالشلوط، وهنعرف نتصرف. هنعرف نتصرف، وانا بعلنها عند حضرتك، واستاذ سامي عبد الراضي عندك في الاعداد، تليفوناتي موجوده. انا بكره طيب انا عايزه بس اقول لحضرتك حاجه كمان سياده اللواء، ان هو مش بس فكره ان هم مجموعه من الطلبه تم الاعتداء عليهم. وعلى فكره حتى هذه اللحظه انا بقول انه دكتور محمد بلال عميد جامعه دمنهور له حق الرد، لكنه عارف كل اللي بيتقال وسامع كل اللي بيتقال، لكنه يعني اثر الصمت، وده برضو عليه علامه استفهام. لكن انا عايزه اقول لحضرتك انه هؤلاء الطلبه اتعمل لهم محضر في اتهامات بالارهاب، في اتهامات بحمل اسلحه، تعدي على موظفين، تخريب في منشآت عامه. الفيصل بيني وبينه تحقيقات النيابه العامه. اذا كان سيادته مخطئ سيحاسب، اذا كانوا هم مخطئين سيحاسب. لسنا قضاه ولسنا نيابه عامه. بلاغهم يفحص صحيحا، الفيديو اللي معاها يتفحص، ادعاءات شهود العيان اللي كانوا حاضرين، يعني احنا عندنا ما شاء الله الفيديو فيه عشرات العشرات، كل دول شهود عيان ممكن يتم الاستعانه بيهم. كل ادله الاثبات والنفي هنطرحها. هذا البلاغ ان صح لن نسكت عليه. انا بقول في لفظي عشان لا اظلمه ولا اظلمهم. صحيح. ان صح بالقانون نعرف ناخد الحق، والنيابه العامه ستستنفذ كافه مهاراتها لإظهار الحقيقة من مكمنها، ماذا حدث، وتحريات المباحث هتقول ايه اللي حصل بالظبط. ايه اللي حصل بالظبط. انا مستعد من باكر يقابلوني وسنتقابل في النيابة.